جبت لكم اليوم وصفة مربى التين الأخضر، وصفة بسيطة ونتيجتها خيال والطعم عالمي. رح نبلش خطوة بخطوة حتى نوصل لأجمل قوام وأحلى لون وأطيب نكهة، ورح شارك معكم أسرار صغيرة تخلي المربى ناجح من أول مرة. ولأول خطوة غسلت التين ونشفته مثل ما انكم شايفين. حبات التين عندي صغار، بنصحكم تجيبوا التين حباته تكون مسكرة لتقدروا تغسلوه وتنشفوه بسرعة مشان ما تفوت المي لقلبه ويحمض. قطعت التين وحطيته بالطنجرة، ضفت عليه السكر. لكل كيلو تين 750 جرام سكر. وزعت السكر على مراحل وقلبتهم حتى تتغلف حبات التين بالسكر، وحركتهم بالمعلقة الخشب لأتأكد إنه السكر توزع منيح. تركتهم تقريبا شي ساعتين لحتى التين يطلع ميته. وبعد ما داب عندي السكر ما شاء الله على هاللون وعلى هالقوام والريحة غير شكل، نظفت كنار الطنجرة من السكر ورفعتهم على النار. ولما غلوا شلت الريم، ضفت ربع معلقة صغيرة حمض الليمون وتركتهم يغلوا على مهلهم على نار خفيفة أقرب للمتوسطة مع التحريك كل 5 دقايق. وكتير مهم كل ما طلع الريم تشيلوه. ضفت نص معلقة صغيرة ينسون حب تعطيه طعم كتير طيبة. وبعد ما غلوا تقريبا شي 30 دقيقة شوفوا كيف التين بلش يشرب القطر، وهذا اللون الأصفر يلي شايفينه لازم يختفي وتصير عندي حبة التين شفافة. لهيك رح اتركهم يغلوا على نار خفيفة. وبهي المرحلة ما تنسوا انكم تحركوهم لانه بيتقل يشرب القطر وبصير بكعب طنجرة. بعد مرور 25 دقيقة من الغليان شوفوا كيف صارت حبات التين شفافة وتغير لونها والمزيج صار تقيل وحبات التين غرقت بكعب الطنجرة. هيك بنعرف انه المربى صار جاهز. هلا صار وقت نضيف نص معلقة مستكة تنقل الطعم لمكان تاني وبصير عنا القوام مثل الملبن ولا اطيب من هيك. رح خليها تغلي شي 5 دقايق وبعدين رح طفي النار. لما برد المربى ضفت له سمسم وعبيته بالمربانات. وشوفوا لي هالقوام ما احلى مربى ناجح 100% ولا غلطة. وإذا عجبكم الفيديو يا غوالي واستفدتوا منه ما تنسوا انكم تدعموني بلايك وتكتبوا لي تعليق حلو، وبشوفكم بفيديو جديد.